رجعنا معاكم تاني في صباح القاهرة، وهذه المرة إلى شاعرة الحج، وقد اقتربنا من وقوف بعرفات الله. طيب، تنضم إلينا هاتفيا قبل هذا التقرير دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. طمنا على حالة الجو دكتورة منار، صباح الفل. صباح الفل، اهلا بيك استاذ صلاح واهلا بكل الساده المشاهدين. دكتورة، مازال برضو حالة الطقس برضو مختلفة من الصبح للظهر لبعد العصر أو بعد المغرب، اختلاف كبير جدا. كيف هي الحالة الجوية يا دكتورة؟ احنا طبعا بالفعل الايام الماضيه كنا بنشهد تغير كبير في قيم درجات الحراره ما بين فترات النهار او فترات الليل، او حتى كمان كنا اقل من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، وخاصه احساسي بالبروده كان واضح في فترات الليل. لكن بدانا من امس وكمان اليوم قيم درجات الحراره بترتفع بشكل تدريجي لتعود لمعدلاتها للوقت ده من السنه. احنا النهارده العظمى في القاهره الكبرى متوقع ان هي تسجل 31 درجة مئوية فترة النهار، وتخصص ما بين مائل الحرارة الخاص معظم محافظات شمال البلاد، شديد الحرارة في جنوب الصعيد ده خلال فترات النهار. خلال فترات الليل لسه في برودة خفيفة لكن أقل طبعا من اللي كنا بنشهدها خلال الليالي الماضية. صحيح. الأسبوع كله بقى هيكون في مزيد من الارتفاع في قيم درجات الحرارة، يعني هو أغلبه مبحر من موجات فصل الربيع. قيم درجات الحرارة تتجاوز 33 وال 34 درجة مئوية. جوه ارتفاعات مؤقته يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله هنلاقي العظمى في القاهره الكبرى تتجاوز 35 درجه مئويه، ثم مره اخرى مع نهايه الاسبوع وبدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله هنلاقي ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره في اغلب المحافظات. الفتره اللي جايه او الايام اللي جايه تكون اجواء ما بين الحر شديده الحراره في جميع المحافظات الجمهوريه، وفترات الليل الاجواء هتعتدل بشكل كبير، يعني صغرى فتره الليل هتكون ما بين 18 ل 20 درجه مئويه، الاجواء معتدله فترات الليل. بنودع البروده تماما ونقدر بقى ان شاء الله على مدار هذا الاسبوع نرتدي الملابس الصيفيه باستثناء هذه الليله ان شاء الله. بعد كده نبدا نرتدي الملابس الصيفيه على مدار اليوم كله اذا كان فترات النهار او فترات الليل، خاصه كمان مع زياده نسب الرطوبه الطفيف اللي هيبدا معانا في الجو، فده هيحسسنا بقيم درجات حراره اعلى، بسبب طبعا الارتفاعات الكتل الهوائيه الصحراويه اللي بتاثر علينا ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيجعل الاجواء مشمسه ويزود فترات سطوع اشعه الشمس. وطبعا هيكون الظاهره الجويه المؤثره دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه، الشبوره المائيه فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعيه السريعه قريبه من المسطحات المائيه بيكون معاها انخفاض في السرور الافقيه في فتره الصباح الباكر، لكن بتختفي مع سطوع اشعه الشمس. وفي بعض الايام يكون في نشاط نسبه للرياح كمان متوقع يساعد على احساسي بتلطيف الاجواء فترات المساء وساعات الليل، بس النهارده هيكون يعني بيؤدي لاطلاق حركه الملاحه البحريه في البحر الاحمر ومنطقه خليج السويس وخليج العرب. دكتورة منار غانم، شكرا على هذه النشرة المفصلة للأحوال الجوية لهذا الأسبوع. وعلى عودة دكتورة منار، نعدي النهاردة وباقي الأسبوع نبدأ نلبس